عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير ورب دايما تساعدوا غير. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنبدأ بالصلاة على النبي كده عليه الصلاة والسلام. زيدوا النبي كمان صلى عليه الصلاة والسلام. وحدوا الله لا إله إلا الله خفيفتان الثقيلتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب، مبدئيا اللي مش عارف يعني احنا كده كده المنهج مشروح الحمد لله، يا اما كله على حسب ما انت تتفرج على الفيديو امتى، يا اما في اجزاء بسيطه بس هي اللي ناقصه في الفيديو حاليا، قصدي في المنهج حاليا مش مشروحه. وبنحاول ان احنا ناخد ثواب بعض كده بان احنا نحل على قد ما نقدر بقى اسئله تانية سواء في المعاصر او في اي حته تانية. وفي جروب واتساب ببعت لكم عليه ساعات، بنفتح زوم نحل برضو سوا. الموضوع كله مجاني ما فيهوش اي حاجه. اللي عايز يدخل الجروب يبقى يبعت لي على الواتساب، او عايز يسال في اي حاجه ياخد راحته. واهم حاجة الدل على الخير كفاعله، عرفوا بعض. وطبعا اي حد عنده افكار تانية ممكن افيدكم بيها يقول براحته، في سواء في الكومنتات او في الواتساب، وربنا يوفقكم يعني. طيب بسم الله. طبعا البروبابيلتي اللي يستحسن طبعا انت قبل ما تتفرج على الحل تكون انت اساسا شفت ايه الفيديو بتاع الشرح نفسه، عشان لو انت حسيت انك متوه. ثانيا انك تاخد ورقة قوانين كده تبقى انت كاتبها بايدك، مجمعها جنبك وانت بتحل. لو معاك ورقة القوانين الدنيا هتبقى لذيذة في الاغلب ان شاء الله. طيب بسم الله، يلا بينا. دلوقتي بيقول لك probability of certain event و probability of impossible event. certain event يعني كام؟ يعني لازم يحصل. الحاجة اللي لازم تحصل دي بتبقى ب1، والحاجة اللي مستحيل تحصل بتبقى ب0. يبقى هو بيقول لي 1 plus 0 تطلع معايا بكام؟ ب1. تمام؟ فهنا الإجابة صريحة إن هي موجودة 1. طيب ممكن يشغل دماغه عليك أكتر؟ ممكن إن هو بدل ال1 يروح جاي كاتب، بدل الاس يروح جاي كاتبها probability اس. probability اس بكام؟ ب1. تمام؟ فبرضو خلي بالك من تشغيل دماغ ده يعني. طيب بيقول لك بعدها probability of occurrence of event A 3/5. تروح انت قايل يبقى probability A ب3/5. كده probability of non occurrence of A. non occurrence انه ما يحصلش يعني داش، النفي بالنسبة لنا داش. هو بيقول لك بكام؟ تمام، اي حاجة في الدنيا فوقيها داش طالما حرف لوحده كده قلنا ان هي 1 ناقص نفسها، ده القانون بتاعها بس من غير داش. يعني 1 ناقص نفسها اللي هي ب3/5. تعملها على الكالكوليتر تطلع معاك 2/5. فمثلا ده كمثال، اول حاجة 2/5 هتقولي مش موجودة، يبقى نشغل دماغنا. تمام، نشغل دماغنا ازاي؟ اول حاجة هتدوس اس دي على الكالكوليتر هتطلع معاك ب0.4، فنروح ندور على 0.4 مش هلاقيها برضو. طب اعمل ايه؟ اخر هبدأ لو انت مش فاهم، هي من هنا سهلة تعرفها على طول، بس لا نفترض يا عم انا مش فاهم اعملها ازاي. جرب، هل ال 0.6 هي 0.4؟ لا. 1/5 لو كتبتها هتطلع لا 0، لا يبقى هي اكيد دي. طب انا عايز اتأكد، اكتب 40% على الكالكوليتر بس كده. اكتب 40% على الكالكوليتر هتطلع معاك ب 0.4. تمام تمام، يلا بينا اللي بعده. دلوقتي مديلك ايه؟ مديلك بي، مديلك الانترسكشن، بيقولك هات اليونيون. ده قانون، بس احنا طبعا في حاجات معينة هنحلها مرة كده وبعد كده خلاص بقى، لو حاجات مكررة شبه هنفكس منها يعني. تمام. قانون اليونيون، اول حاجة تروح تقول لي ايه قانون يونيون؟ بيبقى الاول بلس التاني ناقص عكسها. يعني ايه؟ يعني بدل ما هي يو بتخليها ان، انترسكشن يعني. فالاول ب1/4، التاني 2/3 ناقص التالت اللي هو مدوني ب1/3. على الكالكوليتر ارزع تطلع 7/12. شكرا. تمام، المرة دي مديلك A و B ويونيون والانترسكشن نفس القانون، بس الفرق ان هو ايه؟ الاول زائد التاني ناقص عكسها اللي هي ناقص اليونيون. تعمل ده بلس ده ماينس ده، فدي مش مستاهلة تتحل زي ما قلنا خلاص. تمام، بعد كده مديلك A والانترسكشن فبيقول لك A ماينس B. برضو ده رول، اما يقول لك A ماينس B عامة اللي هو only A، ده زيادة معلومات هتفيدنا قدام. فيبقى الاول ماينس مش التاني، ماينس ايه؟ انترسكشن الاتنين. فانت الاول اللي هو ب0.4 ناقص الانترسكشن ب0.1. هل ينفع يجي اسئله مباشره كده؟ ينفع. هل ينفع تزيد سنه؟ تمام، حلو. تاني واحده يلا بينا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك بي ماينس ايه انترسكشن هات البي. حلو، من هنا بقى انت بتبدا تفكر ازاي. ان انا ابدا افكر ازاي؟ انا عايز اجيب البي، هل في قانون للبي؟
لا، يبقى احنا بص، انا بالنسبه لي اهم حاجه طريقه حلك للخطوات، فانا بقول لك دماغي بتحل ازاي، شوف انت ارتحت فيها ولا لا. هل بي لي قانون؟ خلاص افكس من بي. تعال نشوف اللي معانا. بي ماينس 8 هل ليه قانون؟ اه ليه قانون. طب ما تيجي نكتبه على جنب كده نشوف بيقول ايه. عادي، مش لازم تبقى انت فاهم انت هتوصل لايه. قانون ده يبقى الاول ماينس الانترسكشن ايه انترسكشن بي هي بي انترسكشن ايه، عادي ما تتزودش. طيب البي عندي بكام؟ لا، طب ما انا ما استفدتش حاجه كده، ما هي بي. طب الانترسكشن عندي بكام؟ عندي ب 0.6، واللي انا اصلا قايلها بي ماينس اي دي بكام؟ ب 0.1، يعني 0.1 بتساوي بي ماينس 0.6. طالما في حاجة واحدة بس مش عارفها يبقى كده خلاص انت حليت السؤال. ليه؟ في ناس منكم بتعمل من هنا شيفت كالك، تمام، شيفت سولف دي ويروح مطلع الإجابة، وفي ناس بتكمل ماس عادي ان انا اودي دي بعكس الإشارة، فيبقى 0.1 بلس 0.6 تساوي البي، يبقى 0.1 بلس 0.6 تطلع معايا ب 0.7. تمام تمام، بس كده يبقى البي ب 0.7. تمام. طيب تعالوا نهرب من المجزرة شوية. مديني بي ماينس ايه وايه ويونيون، هوبا تقول لي ايه علاقة ده باللي احنا فيه اساسا؟ احنا هنمشي باللي احنا عارفينه عادي، اللي هو ايه؟ مديني اليونيون، فانا هسأل ايه اليونيون؟ الاول بلس التاني ناقص الانترسكشن، صح؟ اللي هي ناقص عكسها. فهتقول لي الاول بكام؟ 0.6. تعالى بقى، تحورش المرة دي في حاجتين مش عارفهم. انا ولا عارف البي ولا عارف الانترسكشن، ومعايا حاجة غريبة انا مش فاهمها. حلو. انت يا عم راجل مش جامد وما جمعتش الحوار ده، مع انك جامد عادي وهتلاقيك جمعت من السؤال اللي فات، بس لا يا عم انت مهيس لسه ومش مجمع الموضوع. تعال، بي ماينس ايه بتساوي 0.3. احنا نفس الفكرة، قلنا ايه؟ طالما انا عطلت بروح اشوف هي دي ليها قانون ولا لا. هتقول لي قانونها بي ماينس ايه انترسكشن بي. في بقى لحظات كده احنا اسفين لحضرتك، لازم ان انت تبقى اكنك بتلعب كده، بتبص للموضوع من بره، الموضوع من بره الصندوق زي ما بيقولوا كده، مش قاعد تبص جوه كده اللي هو انت مستني يطلع لك بيه بكذا انترسكشن بكذا. لا، اللي هو يعني ايه؟ تبدا تبص كده بازل، مش حاسس بحاجه كده، بي ماينس انترسكشن بي ماينس انترسكشن، ان هي ان دي هي دي. ايوه انا مستفيد ايه؟ راعي بس معلش يعني. ما هو بي ماينس انترسكشن هو بيقول لك بكام؟ ب 0.3. بي ماينس انترسكشن بكام؟ ب 0.3. بس يبقى 0.6 زائد 0.3 تطلع معاك ب 0.9. بس كده. فهمت الدنيا بتمشي ازاي؟ ما فهمتش؟ عيد السؤال واحدة واحدة، والحل كتير هنجمع الموضوع عادي، ما تقصوش على نفسك، يعني انا هتلاقيني في وسط الكلام بزاولك عادي. تمام. لكن الموضوع عادي، انت وانت بتحل اعرف ان الدنيا هنا قدرات في ايه، مش قدرات فهم وحفظ والجو اللي الناس تقعد تقول لك ما بفهمش، لا مفيش حاجه اسمها كده. هي الموضوع عامل زي كأن في تراب انت عمال تشيله، عشان انت اصلا مش متعود تستخدم دماغك في الحاجات دي. فواحدة واحدة لحد ما دماغك تلين معانا كده، فاهم؟ هتلاقي الدنيا بتمشي. بس يعني انا الموضوع ده هتلاقيني مثلا ممكن اخش احل السؤال تك 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 بسرعة. ليه؟ مش عشان انا اجمد منك، عشان انا خبرة عنك في الحوار ده من فضل ربنا. بس يعني ايه خبرة عنك؟ يعني انا حليت كتير قوي الحوار ده، غلطت فيه كتير، عدت السؤال كتير حتى لو هو فاهم. عشان كده دماغي بقت بتلقط بسرعة. فانت اصلا جزء من انك تكسر حاجز خوفك من الموضوع انك تحل كتير تحل كتير تحل كتير. بس يلا بينا. بيقول لك الانترسكشن ب5. حلو. يعني probability الانترسكشن بزيرو، ده اللي انت تفهمه يعني. تمام. وايه داش ب 0.7، بي داش ب 0.4. اقول لك هات لي اليونيون، فانت على طول هتقول لي ايه؟ تعال نشوف القانون الاول. اليونيون الاول بلس التاني ماينس عكسها، فاهم؟ ماينس انترسكشن مرميه هناك مش مشكله. تمام. هتقول لي تعالى بقى احنا معناش اي حاجه. ازاي؟ امسك جيفن جيفن. يعني ايه الانترسكشن بفاي؟ يعني probability الانترسكشن بزيرو، ما هو فاي مش موجود. يعني اول حاجه انا عرفت ان شكرا ادي الانترسكشن بزيرو ملوش لازمه، راح. يبقى انا ناقص لي مين مع مين؟ a بلس b. هتقول لي انا معايا a داش، زي ما قلنا حتى لو انت مش فاهم ايه علاقه ده، تروح جاي قايل لنفسك هو ايه a داش؟ يعني واحد ناقص نفسها. هو قايل لي a داش ب 0.7، 1 ماينس ال A، واعكس بقى ودي. او الاسهل عشان برضو متقعدش تلخبط نفسك، تبقى انت عارف ان ال A
برضو بتساوي 1 ناقص A داش. مش احنا قلنا اي حاجة داش بتساوي 1 ناقص نفسها، ونفس العكس يعني، والعكس برضو اللي هو ايه، اي حاجة بتساوي 1 ناقص الداش بتاعها. بس يعني 1 ماينس 0.7 تطلع معاك ب 0.3، يبقى دي ب 0.3. تاني عشان انا الصراحة ما فهمتش انت كنت بتقول ايه. دلوقتي بيقول لك بي داش بكذا، واحنا قلنا اي حاجة في الدنيا بتساوي 1 ناقص الداش بتاعها، يبقى 1 ماينس 0.4 يبقى 0.6، يبقى 0.3 بلس 0.6 تطلع 0.9 بإذن الله. حتى الآن الحقيقة الأسئلة يعني مكررة بأشكال مختلفة، فالصراحة الواحد مش قادر إن هو يفكس منها، لذيذة يعني، مفيش مشكلة، مش بنعيد نفس الموضوع يعني. تمام. طيب بيقول لك A B mutually exclusive from B dash كذا A union B dash كذا. بص تعالى نتخيل ان انت في الامتحان، انت هتعمل ايه؟ انت هتروح جاي باصص على دول وتبدأ تهبد. حلو كده. ده اول حاجة غلط. ليه بقى؟ بس انت معلش، ما انت لسه قايل نفس الكلام يعني. انت قايل ان احنا بنمسك الجيفن ويلا بينا وبتاع. بس في حاجة مهمة حضرتك لازم تعملها في الاول، انك تبطل عادة ان انا لما اشوف راغي افكس منه. ماشي. في حاجة اسمها كده. ايوه انا قاعد معاك، ايوه انا قاعد معاك وعارف ان انت بتعمل كده. تمام. ماشي. ميوتوال اكسكلوسيف دي ليها فايده، مش هو رميها لك كده ايه في ميوتوال ماشي مين يقعد يرغي انت تمام. لا. ميوتوال اكسكلوسيف يعني الانترسكشن مش موجود، يعني لو ده حصل ده ما يحصلش، يعني ما فيش حاجه مشتركه بين الاتنين. يعني ايه انترسكشن بي ايكوال زيرو؟ ده ملخص الحوار. طب ما فادتنا بايه يا جامد؟ خليها على جنب. ده اول حاجه لازم تعملها. قال لي جيفن، يبقى انا ارميه على جنب، لان انت هتسقط. انت وانت بتحل هتنسى ان في اول الحاجه، اول الكلام كان فيه ميوتوال اكسكلوسيف، فانت تكتبها الاول وبعد كده تروح تشوف. تمام. بي داش اي يونيون بي داش، هات لي الايه. فانت ايه ده؟ ايه الهزار ده؟ ايه علاقه ده بده؟ ايه اللي جاب الايه البي داش ليونيون بي داش؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا ان احنا بنمسك الجيفن ونتعامل بيه. يعني ايه؟ يعني اولا ايه يونيون بي داش، قلنا اي حاجه فوق داش. بس بص، ده داش فوق البراكت كله، فتمام. طالما فوق البراكت كله يبقى ده شبه ما احنا بنتكلم بيس، ده كويس. ليه؟ A يونيون B فيها داش هتساوي 1 ناقص نفسها من غير الداش، يعني 1 ماينس A يونيون B. تمام. حلو. من هنا بقى ركز معايا في حاجه بتعملوها غلط. ايه هي بقى؟ انك هتقول لي 1 ماينس قانون ال A يونيون B ايه؟ انك الاول، ثواني عشان في حاجه غلط، ان الاول بلس التاني ناقص عكسها. صح؟ تقول لي صح. امال فين الغلط؟ الغلط حضرتك ان انت هنا في ماينس. طب يعني ايه بقى؟ مش فاهم ايه الغلط. اول ما تلاقي ماينس يبقى وانت بتحل اعمل براكت. اعمل براكت، اوعى ما تعملش براكت. ليه؟ لان الماينس ده كفهم ليك المفروض كان يخش يغير الاشارات، يعني دي بوزيتيف تكتبها نيجاتيف، دي نيجاتيف تكتبها بوزيتيف. طب ما تزاول نفسك ليه؟ اعمل براكت وانت ساكت. ده بيغنيك عن الموضوع اللي هو معناه ايه البراكت، ان خلص اللي جوه ده، ولما تخلص يبقى اعمل 1 ماينس بس، لكن ما تدخلش ال1 عليهم. حلو. نرجع تاني. يبقى انت قلت لي ايه A بلس B ماينس الانترسكشن. ماشي. في التاني بايه؟ اول حاجة اهي اللي انت كنت هتسقطها، ان الانترسكشن بكام؟ بزيرو. يبقى شكرا، ده بزيرو يبقى راح ملوش لازمة. يبقى انا فاضل لي A و B. هتقول لي انا معايا B داش، واي حاجة قلنا ايه؟ ان البي بتساوي 1 ناقص الداش بتاعها، فيبقى 1 ناقص 1 اوفر 4، فيبقى 3 اوفر 4 او 0.75. تمام. فيلا نعوض. هتقول لي يلا نعوض اهو. يبقى 1 ماينس براكت ال A، مش عارف ايه الساعة كده معلش. ما علينا، انتوا عارفين دي ايه. بلس 3 اوفر 4 اللي هو مكان البي. حلو كده. تمام. عطلت برضو، او الصراحة بص انا تهت في وسط اللي انت عامله ده كله. طيب تعالى نلخصها تاني اهو. يعني احنا من اول بداية العركة اللي احنا عملناها دي كلها وصلت ل 1 ماينس ال A بلس 3 اوفر 4. تمام.
تقول لي طب ما احنا كده معناش كل حاجة. لا، ما هو برضو انت وانت بتحل فوق لحاجة معينة. انت بدأت من هنا اللي هو قايل لك بكام؟ 0.05. يبقى انا المفروض راح جاي قايل شيل دي واكتب مكانها 0.05. قلنا طالما دلوقتي في حاجة واحدة بس اللي مش عارفها، يبقى انت كده الحمد لله السؤال طلع، حتى لو انت مش فاهم ماث. تمام. بس دايما اتعلموا حركة شيفت كالك دي احسن، هتلاقونا قايلينها في وسط فيديوهات، يا اما انك حتى اسأل اي حد من زمايلك بيتعمل ازاي. تمام. لان شيفت كالك دي هتفرق معاك لو انت ما بتحبش حاجات الماث دي، بس كده كده لازم تتعلم حوارات الماث دي عشان لما تتزنق. تمام. بس فشيفت كالك هيطلع الاجابه على طول. لا طب انا معلش، لا انا معيش دلوقتي شيفت كالك، يبقى يلا بقى تعالى نشوف هنعمل ازاي حوارات الماس اللي هي ايه النيجاتيف اللي قلنا عليه. اول حاجه بي هتتكتب ماينس ايه. طب ما انا كنت هعمل كده عادي، انت فاجئتني ببراكت ليه؟ بس هنا دي بوزيتيف، هتروح انت كاتبها العكس نيجاتيف، وتقول لي بقى 1 ماينس 3 اوفر 4، تلاقي ان هي بالكالكوليتر طلعت 1 اوفر 4. بعد كده عايز تودي الارقام جنب بعض، فهتوديها بعكس الإشارة، يبقى 0.05 minus 1 over 4 بيساوي نيجاتيف A. يبقى 0.05 minus 1 over 4 هتطلع بالكالكوليتر نيجاتيف 1 over 5. النيجاتيف يروح مع النيجاتيف، يبقى ال A ب 1 over 5. تروح بقى تدور هل 1 over 5 موجودة؟ لا، يبقى هنعمل ايه؟ السي دي تطلع معاك 0.2. تمام. زي ما قلت لكم احنا ماشيين سوا عادي، ما وراناش حاجه، ومعانا لاخر السنه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يستخدمني معاكم لاخر السنه يعني. تمام. اي حاجه محتاجينها قولوا لي، انا بس بفكركم في نص الفيديو كده لسه ما خلصناش. طيب دخلنا في حوار الكوين. بيقول لك كوين اترمى. اول حاجه دايما نعمل لنفسك كده اللي هو تخيل بقى كوين اترمى. يبقى انا فاهم ان كوين اترمى يبقى عباره عن ايه اللي هيطلع لي؟ اترمى مره واحده يبقى هيد وتيل، ملك وكتابه. بعد كده في زهرة اترمت. يبقى انا في بالي الزهرة اترمت، يبقى انا عارف ان اللي هيطلع لي من 1 ل6. طالما قال مرة واحدة، ده قبل ما تحل كده فاهم، قبل ما اشوف هو عايز مني ايه. بيقول لي احتمال ان يطلع لي هيد ورقم 3 في نفس الوقت. بمعنى انت في ايدك اليمين كوين وفي ايدك الشمال زهرة، هترميهم مع بعض، فاحتمال ان يطلع لك مثلا على الكوين يطلع لك ملك وفي نفس الوقت يطلع لك 3. فهتقول لي ما ده بقى ممكن يحصل من وسط ايه؟ هو ده برضو انت عشان تبقى انت فاهم، ما هو ده احتمال من وسط احتمالات كتير، انك ممكن يطلع لك ملك وواحد، ملك واتنين، ملك وتلاتة، ملك واربعة، ملك وخمسة، ملك وستة، او كتابة واحد، كتابة واتنين، كتابة وتلاتة، كتابة واربعة، كتابة وخمسة، كتابة وستة. دي كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل. تمام. فالسؤال ده ليه حلين. حلو. ليه حلين. اول حل اللي هو ايه؟ انك اصلا تروح تكتب لنفسك كل الاحتمالات. ففي طريقة ان هي تكتب اللي احنا قلناه ده كله. بمعنى ايه؟ انك تقعد بقى تكتب اس اللي هيحصل، كل حاجة هتحصل اللي هي ايه؟ ان يطلع لي ملك وواحد، ملك واتنين، ملك وتلاتة، ملك واربعة، ملك وخمسة، ملك وستة. وبعد كده كتابة وواحد، كتابة واتنين، كتابة وتلاتة، كتابة واربعة، كتابة وخمسة، كتابة وستة. يبقى انت عارف هو قال لك عايز ايه؟ هيد وتيل. يبقى ده احتمال من كام احتمال؟ من لو تعديت كل دول كده هتلاقي ان هم 12، يبقى الاحتمال 1/12. دي طريقة ممكن تكون بالنسبة لك سهلة، ممكن تكون لأ. طب في طريقة تانية قدام. المفروض ان انت اخدت حاجة اسمها independent، ان انا الحاجتين مالهمش دعوة ببعض. هو دلوقتي بيقول لي intersection head مع 3، عشان هو مجرد ما قال اند يبقى انا عارف ان هو انترسكشن، او مجرد ما قال لي مع بعض فانا فاهم ان ده الانترسكشن. احتمال يطلع لي هيد و3. فانت عارف قانون الانترسكشن الطبيعي الاول زائد التاني ناقص اليونيون. ولكن كان في عندك درس الاندبندنت اللي هو ايه؟ ان لو الاول ملوش علاقه بالتاني ما ياثروش على بعض في حاجه. يعني انت بترمي كوين هياثر على الزهره في حاجه؟ لا. ترمي الزهره هياثر على الكوين في حاجه؟ لا. يبقى ده اسمه اندبندنت. طب كان بيفيدني في ايه عشان مش فاكر؟ كان بيفيدني ان قانون الانترسكشن بيبقى احتمال الاول في احتمال التاني. طبعا انت لو فاكر ده هيبقى اسرع لك جدا من كل اللي احنا كتبناه. ليه؟ هو ايه احتمال يطلع لك هيد؟ هتقول لي هنا اهو ايه احتمال يطلع لي هيد؟ حاجه هيد ده واحد من كام حاجه؟ من 2، يعني 1/2. طب ايه احتمال يطلع لي 3؟ ده رقم من كام رقم؟ من 6. يبقى 1/2 في 1/6
بواحد على 12. تك. شكرا. تمام. اي حاجه مش مجمعه ارجع تاني بالفيديو، او لو انت حسيت انك واقع خالص بقى افتح بقى فيديوهات نفسها وحل مع فيديوهات الشرح نفسها. تمام. هتلاقي ان احنا بنحل كتير في وسط فيديوهات الشرح. طيب بيقول لك دلوقتي اس اي بي سي، واي بي سي دول ميوتوالي اكسكلوسيف، واليونيون بكذا، وسي هوبا ايه اللي دخل السي فاهم؟ هوبا ايه ده؟ وبتقول لي جه في امتحان قبل كده، ايه علاقه ده بالحوارات؟ تمام. انت قلت لي ميوتوال اكسكلوسيف اول لما اشوفها ان انا لازم اكتب حاجه ان الانترسكشن بزيرو. بس دول 3، فهكتب بقى 3 انترسكشن بزيرو؟ لا، اول لما تلاقي ال3 يبقى اللعبه مختلفه. تكتب لنفسك ايه؟ ان الاول زائد التاني زائد التالت اجابتهم بكام؟ ب1. اول لما تلاقي حركه ال3 دي 4 5 6 ايا كان يقول لك ان هم كلهم ميوتوال اكسكلوسيف، اكتب الحروف كلها زائد بعض بتساوي كام؟ 1. تمام. طيب هتفيدني بايه دي؟ انا مش عارف، ماشي، بس لازم اكتبها. حلو. لازم تعمل نفسك كده، ارميها على جنب، ما فادتناش في حاجه. تعال نروح نجيب الجيفن التاني. بيقول لك اليونيون ب 0.6، فاحنا بنكتب ايه على طول؟ بنقول الاول زائد التاني ناقص الانترسكشن بيساوي 0.6. تقول لي تعالى لي، ولا استفدت اي حاجه؟ التلاته مش معايا. انت شايف كده؟ احنا قلنا اهم حاجه مش انك بتحل السؤال ازاي فبصمجه، اهم حاجه انك مشغل دماغك. احنا قلنا يعني ايه ميوتوال اكسكلوسيف؟ يعني كل حاجه ما بتحصلش مع بعض. يعني لو ايه حصل مش هيحصل معاه بي ولا سي، لو بي حصل مش هيحصل معاه ايه ولا سي. يعني الانترسكشن دايما ما بين اي حاجه فيهم بكام؟ بزيرو. يعني ايه انترسكشن بي بزيرو؟ بي انترسكشن بي بسي بزيرو، ايه سي اي حاجه من دول بزيرو. يعني انت عارف ان الانترسكشن ده بكام؟ بزيرو، لانه ما ينفعش يحصلوا مع بعض. فهو اصحى معايا كده. تمام. تاني حاجة A بلس B. طب اهو يا عم انت قلت لي لما يبقى حاجة واحدة بس يبقى هم دول حاجتين. قلت لك شغل دماغك. دايما طالما معاك 2 ايكويشن يبقى شغل دماغك ان اكيد ليهم علاقة ببعض. فانت بتقول لي A بلس B، ركز كده، مش حاسس ان في حاجة شبههم من الناحية التانية؟ A بلس B، انت قلت لي A بلس B بكام؟ قلت لك ب 0.6، يبقى شيلهم واكتب 0.6. بقى عندك حاجة واحدة بس اللي مش عارفينها، ودي الرقم جنب الرقم، يبقى ال C بتساوي 1 minus 0.6، يبقى 0.4 يا باشا. شكرا وربنا يستر. تمام، ربنا يستر ده عشان بس بحسب الارقام بدماغي يعني. ماشي، بس كده. دلوقتي بيقول لك باسكت فيه 48 كورة نفس النوع، some of them white other are red والباقي جرين. يبقى الصندوق اللي عندي ده وايا كان الحاجة اللي فيها الكور فيها ابيض احمر اخضر. احتمال ان انا اسحب كورة حمراء 5/8. يبقى احتمال سوري ده مش احتمال، يبقى عدد، مش احتمال هنا النمبر، يبقى عدد الكور الحمراء قد ايه؟ هوبا. لحظة وانت في الامتحان غير واحنا بنتكلم سوا هتلاقي ان انت يا دماغي، هو ايه علاقة ده فاهم؟ انا بحاول اتخيل يعني انت هيبقى ده احساسك. فدايما عشان ما تخشش للدوامة ان هو بيلفك تعالى اضحك عليا خدني يمين شمال كده، انت تسهل على نفسك الدنيا. هو سؤال فاكيد ليه حل ان شاء الله يعني، فاهم؟ فربنا ان شاء الله هيديك الحل، بس انت هتمشي واحدة واحدة باللي انت تعرفه. ايه هو؟ هتقعد تهبد في اللي معاك يعني. اهو انا مش بقول لك والله اقصر طريق عشان انا عارف حل السؤال، لا لا، انا بهبد معاك اهو، يلا بينا. هو دلوقتي بيقول لك 48 كوره فيهم ايه؟ يعني عدد البيض زائد عدد الحمر. هو في ايه؟ معلش من القلم ساعات بيهيس. ماشي، يبقى عدد البيض زائد عدد الحمر زائد عدد الخضر، كل دول بكام؟ 48. ده عدد مش احتمالات. ماشي، حلو. جملة هل ليها فايدة ولا لا؟ صدقني ما اعرفش، انا ماشي معاك اهو بنهبط باللي احنا نعرفه. وفي نفس الوقت احنا عارفين ان احتمال الوايت زي احتمال الريد زائد احتمال الجرين ب1. تقول لي عرفنا ازاي؟ ما هو يا ابني دول برضو ميوتوال اكسكلوزيف من غير ما هو يقول لك. ازاي؟ انت بتسحب سحبة واحدة، فاهم؟ فهي هتسحبها حمراء يا خضراء يا بيضة، لكن مش هتيجي تقول لي انا سحبت كورة حمراء وبيضة في نفس الوقت، ازاي يعني؟ فاهم؟ فيبقى انا عارف ان مجموع الاحتمالات بكام؟ ب1. وهو قال لي احتمال الريد بكام؟ قال لي ب 5/8.
يبقى وانا لسه بكمل هبدأ اودي الرقم هناك. يبقى احتمال الوايت زائد احتمال الجرين 1 minus 5 over 8 ب 3 over 8. فاهم؟ انا كل ده مش ممشيك اللي هو اسرع طريقه، بص هنعمل كذا كذا كذا، لا انا بمشي مع دماغك ان احنا عمالين نخبط في الامتحان. حلو كده، عشان ما نقفرش يعني، مش اللي هو ايه واضحه، فاهم؟ يلا بينا. انا عارف حل اسهل من كل ده الصراحه يعني، فاهم؟ من الاول كده حاجه تكويسه هتطلع لك الموضوع على طول. وعارف ان في ناس منكم ممكن تكون كل ده عمال تقول لي طب وليه وجع الدماغ ده، ما كنا هبدناها بالطريقه دي. المشكله ان مش كله بيجي له نفس الفكره، فاحنا ماشيين مع بعض، فاهم؟ بس هو لاجل الامانه، لاجل الامانه يعني انا مضطر ان انا اوقف تفكيرنا في الامتحان، ان احنا ايه، لان هي الصراحه عايزه تشغيل دماغ من الاول. بالنسبه لي اسهل من كل ده الطريقه اللي انا هقولها لك، ارحم من ان احنا حتى نقعد نخبط ونشوف، لان هي برضه هتوصلنا نفس الطريقه من وجهه نظري. انا والله كل ده بعمله عشان بس بتخيل ان انت دخلت هبت كده. في ساعات بتحتاج ان انت الاي كيو عندك تعليه كده، اللي هو ايه، عارف زي جو اسئله الذكاء بقى، اللي هو ايه، يابا يا اللي هو في مسجد مولع ومستشفى مولعة، عربية الإسعاف تطفي يعني واحدة فيهم الأول، فاهم؟ في حاجات كده بتبقى أنت محتاج تقف ثانية وتفكر فيها كده قبل ما تكتشف إن عربية الإسعاف مش هتطفي ولا ده ولا ده، فاهم؟ بس اللي هي إيه، اللي هو الأساسيات يعني إيه، احتمال الرد probability الرد بيساوي 5 over 8. صح؟ صح. هو أي احتمال في الدنيا عبارة عن إيه؟ ده الطبيعي يعني في الاحتمالات، عدد الحاجة على العدد كله. صح؟ قول صح. تمام. ده الطبيعي بتاع اي احتمال في الدنيا، عدد الحاجه على عدد الكور. يعني ده مثلا المفروض وصلناها ازاي، ان شفنا عدد الكور الحمراء من التوتال العدد طلع لي الاجابه كذا، ده الطبيعي. هتقولي طب انا عارف العدد كله، انا عارف العدد كله، هما كام كوره؟ 48. فاهم الفكره؟ بس فانا اروح جاي بقى من هنا ايه، كريس كروس بقى والجو ده، اللي هو اخد ال 48 يبقى عدد الار بيساوي 48 في 5 over 8. بس كده، تعمل 5 over 8 في ال 48 هيطلع لك الإجابة 30 من غير اللفة اللي احنا عملناها دي كلها. تقولي طب ما انا معلش، ما انا في الامتحان ممكن اتسوح. ما هو انت فايدتك ايه دلوقتي؟ ان انت بتحل كتير فتعرف اقصر طريق. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لما ابص للسؤال ده، هو مديني جيفن واحد، واحد بس، مش مديني بقى سيرة الوايت ولا الجرين ولا اي حاجة تانية تخليني ان انا ادخل نفسي عشان اعرف اطلعها، لان هما 3 حاجات ومديني حاجة واحدة بس. فانا هفضل محتاس في ان معيش حاجتين، فاهم؟ فهي اسهل طريقه ان خلاص انا ببدا ابص، دي حاجه واحده، اجرب كده اشغل دماغي، فاهم؟ تقولي لا برضو الصراحه مش مقتنع، انا كده كده برضو مش هعرف الاقي الفكره دي. ايوه، عشان انت لسه بتجرب. ما هي فايده دماغك ايه، انك تبدا تقعد تجرب 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 لحد ما الاي كيو نفسه عندك هيزيد. هي مش حفظ يا جدعان، انت ما فاهم. مش اتولدت انا هعرف احل السؤال ده، مش هعرف احل السؤال ده. الدنيا بتمشي بالتعلم، ان العلم بالتعلم، فاهم؟ بس يعني صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كمل. طبعا احنا اخدنا نص ساعة وده مش طبيعي بالنسبة لي في الشرح، عشان خاطر ان احنا بنحاول نشرح واحنا بنحل يعني. فاهمين؟ يعني انتوا حتى لو واحد كان لسه اول مرة يفتح المنهج، المفروض ان هو يبقى فاهم معانا على الاقل الى حد ما. طيب اللي بعده دلوقتي بيقول لك ايه جزء من بي، بي كذا يونيون بكذا. زي ما قلنا قبل كده، ما ينفعش تاخد الحاجات دي ترميها على جنب كده وملهاش لازمة. اول لما تشوفها يبقى انت تسأل نفسك ايه فايدتها، كفهم. ايه جزء من بي، وده قلناه في الشرح، بيفيدك في حاجتين: ان الانترسكشن قد الصغير اللي هو ايه، اشتغل قلم مش وقتك. وان اليونيون بيساوي الكبير اللي هو البي. دي اول حاجة تفيدك من قبل ما نحل، من قبل ما اعرف هو عايز ايه. فهمت الفكرة؟ تمام. فهتقول لي يبقى يلا بينا، هو عايز مين؟ اليونيون، واحنا قلنا اليونيون قد مين؟ قد الكبير اللي هو البي، والبي بكام؟ ب 0.5. يبقى السؤال اللي انت هتقعد تلف على نفسك في الامتحان فيه حبة حلوين، طلع اساسا مش محتاج منك اي حاجة. نفس الفكرة، ايه انترسكشن بي، يبقى انا عارف حاجتين: ان الانترسكشن بايه واليونيون ببي. بعد كده بيقول لي هات لي ايه ماينس بي، فانا ايه ماينس بي يعني الاول ماينس الانترسكشن. واحنا قلنا الانترسكشن عبارة عن ايه؟ عبارة عن الصغير اللي هو ايه. يبقى انا ممكن اشيل الايه الانترسكشن واكتب ايه. مش عارف هل المشكلة في الشاشة ولا المشكلة في ايه. ماشي. فا ايه ماينس ايه، اي حاجة ناقص نفسها بكام؟ بزيرو.
يبقى الإجابة 0. تاني A subset من B، قلنا يبقى الانترسكشن هو A واليونيون هو B، يبقى الانترسكشن هو A والانترسكشن ب2/5، يبقى A بكام؟ 2/5. ما هي ما هو A هو الانترسكشن. تمام كده. قالك رمينا زهرة مرتين ورا بعض، يعني انت هتكتب كام احتمال؟ زهرة 6 وشوش رميناها مرتين، يعني 36 احتمال. تمام 36 احتمال، اللي هما 1 و1 1 و2 1 و3 1 و4 1 و5 1 و6 وهكذا، حاجات كتير جدا. فيقول لك في احتمال ان يجيلك 5 في رمية و6 في الرمية التانية. فايدة اللي احنا عملناه اللي جنب ده ايه؟ ده مهم جدا. ايه هي؟ انه بيقول لك 5 في رمية، يعني ممكن يطلع لك 5 والرمية التانية 6. بس السؤال ده المفروض تقول ايه؟ خلاص يبقى دي إجابة، دي حاجة من 36 اهي. لا، أصح إجابة مش دي، يعني حتى لو طلعت دي الإجابة فدي غلط، يعني حتى لو معاصر كاتب إن دي الإجابة فدي إجابة غلط. ليه؟ تمام؟ بس هو إن شاء الله مش كاتب كده. ليه؟ هتقولي هو بالراحة، أصلا هو أنت جبت منين 31 دي؟ عشان دي حاجة واحدة من كام احتمال 36. هقول لك ليه غلط. لأن هو قال لك 5 في رمية، أي رمية، مش في الرمية الأولى، و6 في الرمية التانية. بمعنى إيه؟ يعني ممكن يطلع لك أول مرة 6 والتانية 5، صح؟ هي يعني بقوا كام احتمال؟ بقوا 2 من 36. فهتكتب 2 على 36 على الكالكوليتر هتطلع معاك ب1/18. ففوق للحاجات دي. هو ما قالكش الرمية الأولى 5 والتانية 6، كانت تبقى 1 على 36، وقال لك رمية عامة. ففرق بقى السؤال، قايل لك أول رمية ولا عامة. تمام. هنا بيقول لك معاك شوية حروف، بيقول لك احتمال ان احنا هناخد حرف واحد والحرف ده يطلع من الحروف الخمسة دول، من think. تمام، من كلمة think. فانت بالنسبة لك هتقول لي ايه؟ انا عايز الحرف يكون هنا وهنا، تمام، اللي هو متكرر بين ده وده. او يعني بمعنى اخر برضو اللي هو فكرة ايه؟ هو هنا في كام حرف؟ في 5. تمام، يعني انا عايز حرف من الخمسة دول. من كام حرف اساسا؟ من 10. يبقى 5 على 10 ب1/2. دي فكرتها. تاني، هو بيقول لك ان يطلع لي، انا عايز ان انا اسحب حرف من دول ويكون من الخمسة دول. فاهم؟ فانت بتقولي خلاص، يعني ايه الحروف اللي انا عايزها؟ الخمسة دول، يبقى ال5 حروف دول من التوتال اللي هو 10. ده احتمال ان هو يطلع موجود يعني. تمام. بس عارف بمنطق تاني، يعني بمنطق تاني لو انت تايه يعني، لو انت مش مقتنع، هتقولي مثلا يا عم التي، هي التي هنا ايه احتمال ان يطلع لك تي؟ هتقولي 1/10. طب ايه احتمال يطلع لك اتش؟ 1/10. طب ايه احتمال يطلع لك اي؟ 1/10. طب ايه احتمال يطلع لك ان؟ 1/10. طب ايه احتمال يطلع لك كي؟ 1/10. اجمعهم يطلعوا كام؟ 5/10، اللي هي برضو 1/2. طيب بيقول لك فصل فيه 42 طالب، 35 منهم نجحوا في نهاية السنة. اخترنا طالب عشوائي، ايه احتمال ان الطالب ده يكون فشل؟ فلحظات من تشغيل الدماغ اللي هو ايه؟ هو دلوقتي انت لو تهت بقى اقرا الورقة اللي بالعربي. 42 35 نجحوا، يبقى كام واحد فشل؟ عشان انت تبقى عارف انت رايح تجاوب ايه. هتقول لي يبقى 42 ناقص 35 يبقى 7 بس. فهو بيقول لك احتمال يبقى 7 من كام واحد في الفصل؟ 42. بس هتروح انت كاتب 7/42 في الكالكوليتر، هيروح جاي مطلع لك ب1/6. يقول لك كوين اترمى مرة، يبقى انت في بالك هيد وتيل، فاحتمال ان يطلع لك هيد او تيل. بالعقل كده، بالعقل انت قول لي اجابتك، بالعقل او مش فاهم؟ بالعقل قول لي اجابتك يعني. وهو يعني فاهم، هو كوين فيه هيد وتيل صح؟ ما ترمي كوين، بيقول لك احتمال يطلع لك لما ترمي كوين يا ملك يا كتابة. هو انت لما ترمي كوين ايه اللي هيطلع؟ يا ملك يا كتابة. يبقى احتمال ان ده يحصل ايه؟ 100% هيحصل. هو هيطلع لي ايه تاني؟ ما هو مفيش غير كده. هو بيقول لي يا ده يا ده، مش قال لي مع بعض مثلا، فاهم؟ السؤال اللي بعده بيقول لك الكوين اترمت مرتين، احتمال يطلع لك هيد ات موست. في ناس هتجيبها تشغيل دماغ وهكذا، انا ضد تشغيل الدماغ في هذه الاوقات. اللي هو ايه؟ انا قلنا الكوين اترمى مرتين، يبقى انا هكتب كل حاجة ممكن تحصل. ممكن يطلع لي ملك وملك، ممكن يطلع لي ملك وكتابة،
ممكن يطلع لي اول مرة كتابة والتانية ملك، او تاني مرة كتابة وكتابة عادي. دي الاحتمالات اللي ممكن تحصل، يطلع لك ملك وملك، ملك وكتابة، كتابة وملك، كتابة وكتابة بس. وتروح تسأل بيقول لك ايه one head at most. يعني ايه at most؟ يعني اخري هيد، وينفع اقل، مش one head بس. فرق الكلام ماشي. ليه؟ لان انت one head بس هتقولي خلاص يعني ده حصل فيها هيد مرة ودي مرة يبقى اتنين. غلط، لانه قال لك هيد ات موست. ات موست يعني ايه؟ يعني ممكن اقل من هيد. يعني ايه اقل من هيد؟ يعني ما يطلعلكش هيد خالص، اللي هي تي وتي. فيبقى 3 حاجات من 4، 3 حاجات من 4 احتمالات. بوكس فيه 30 كارت مترقمين من 1 ل30، اخدنا كارت واحد بس، فاحتمال ان الكارت ده يطلع odd which is a perfect cube. تمام. السؤال ده فيه حاجتين في نفس الوقت. يعني ايه odd؟ فانت هتقول لي الارقام الأود الفردي 1 3 5 7 9 لحد ايه 29 مثلا. حلو كده، كل دي ارقام أود. بس هو مالكش كده بس، لا ده قال لك تكون ايه بيرفكت كيوب. يعني ايه بيرفكت كيوب اصلا؟ يعني ان انت الرقم هتضربه 3 مرات في نفسه هيطلع لك الاجابة دي. شبه مين؟ معلش عشان مش فاهم. يعني مثلا 27، هل 27 ده ينفع نعمل له، يعني ابص اسهل، ينفع تعمل له كيوبيك روت؟ ده البيرفكت كيوب. حلو كده، هو ده. بمعنى ايه؟ ال27 دي عبارة عن ايه؟ 3 في 3 في 3، فده اسمه بيرفكت كيوب. فاهم؟ مثلا ال8 عبارة عن ايه؟ 2 في 2 في 2، بس دي مش قد. بس عشان كده ما تنفعش. انا بديك مثال بس. الحاجة اللي ينفع تعمل لها كيوبيك روت من الاخر يعني. فانت الارقام الفردي دي كلها هتحاول تعمل لها كيوبيك روت مثلا. تمام؟ او بالعقل تبقى انت فاهم الكلام ده. هتلاقي ان رقمين بس اللي ينفع فيهم الحوار ده. هي دي بعت برضو اللي هي 27. هتقعد بقى تقل 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 تقل، مش هتلاقي حاجه تنفع. تمام. بس هتلاقي مين بقى؟ هتلاقي ال1 ينفع. ليه ال1؟ ازاي؟ لان 1 في 1 في 1 ب1، او كيوبيك روت ال1 ب1. فيبقى انا عندي رقمين 1 و27 من 30 رقم بس. يبقى 2/30 تطلع معايا ب1/15. دي فيها تشغيل دماغ دي، عادي، خد راحتك فهمها تاني. واللي مش فاهم حاجة مع بعضينا على الواتساب. تمام. ده بس بحاول ايه سرع الاتنين الفاضيين دول عشان ما بحبش وقت الفيديو يكون طويل حقيقة، من كنت كده متعودين على 4 ساعات وكده يعني. بس A و B والانترسكشن. يبقى ال A و B والانترسكشن بيقول لك ايه؟ بس انا مش شايف السؤال كويس. داش على حرفين جوه. مبدئيا دي بتبقى ايه فكرتها؟ اني بطلع الداش دي بره، بس بغير الانترسكشن بخليها يونيون. واي حاجه فوقها داش بتبقى 1 ماينس نفسها. ومن هنا قلنا بقى هتعمل براكت، عوض بالقانون وطلع الاجابه وخلاص. تو ميوتوال اكسكلوسيف، يبقى قلنا اول ما تشوفها يبقى الانترسكشن بزيرو. وهنا نفس الكلام، هو هنا بيقول لي هتروح تعمل ايه؟ هتعكسها، هتبقى A انترسكشن B داش. تمام. فاي حاجه فوق داش بتساوي 1 ماينس نفسها من غير الداش. واحنا قلنا الانترسكشن بكام؟ بزيرو، يبقى 1 ماينس 0 تساوي 1. طبعا انت مستسهلها، بس حضرتك زي ما قلت لك هتقعد تلف حوالين نفسك وهتنسى ان انت دي معناها الانترسكشن بزيرو، فدايما اكتبها لنفسك. تمام. مدي لك A والانترسكشن وقايل لي حرف واحد فيهم. دي بقى بتبقى فيها قوانين مختلفه، اللي هو ايه؟ لو الداش على حرف واحد بس، لو يونيون بتاخد اللي فوقيها الداش ناقص الساده وكمان تحط داش. لو يونيون. تمام. فيبقى 1 minus A minus B، فيبقى 1 minus A minus الانترسكشن، فيبقى 1 minus ال A اللي هي ب 1 over 4 minus ال 1 over 5. وتروح حاططها على الكالكوليتر زي ما هي كده 1 minus bracket 1 over 4 minus 1 over 5 واقفل البراكت وشكرا. تطلع معاك ب 19 over 20. تاني عشان اللي تايه، هي الفكرة في بداية القانون هنا. لو الداش على حرف واحد بس يبقى بتاخد اللي هو ايه على حسب. لو يونيون يبقى انا باخد اللي فيها الداش ماينس اللي ما فوقهاش واحط داش كمان واكمل من هنا. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا. اللي مش مجمع اي حاجة يبعت لي على الواتساب، النمرة اهي عشان ادخله الجروب، وهحاول اعمل لكم لينك الجروب. اهم حاجة خدوا ثواب يا جماعة، خدوا ثواب. الدل على الخير كفاعله. يعني ايه؟ يعني اكنك انت اللي قاعد بتشرح، انت اللي بتفيد الناس دي بالحاجات دي كلها.
ففيدوا زمايلكم، ما تقتصروش بالموضوع عليكم، دي ثانوية عامة، انتوا هتوفروا للناس فلوس، هتوفروا للناس قلق، هتطمنوهم، هتسهلوا عليهم مادة هم ما بيحبوهاش، الحاجات دي كلها كبيرة. ربنا يستخدمكم ولا يستبدلكم إن شاء الله، وأنا معاكم في أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لنا جميعا كده، نتجمع في أقرب مكان للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.